بالنسبه للزمالك، لان الزملكاويه والله العظيم تلات ارباع اصحابنا الزملكاويه بيكلموني انت بتتكلمش ليه؟ فانا لو اتكلمت، يعني امبارح انا كنت قاعد مع حد صديق ليا كده في مكان ما يعني، استاذ حسني هو حد حبيبي قوي يعني، انا بقول بالاسماء عشان بس يبقى كله عارف يعني. فهو الراجل بيقول لي الزمالك عامل وبتاع، فانا ردت عليه رد منطقي. هو الزمالك شغال كويس بس هل الزمالك ده التمام بتاعه؟ لا، ده مش تمام، ودي طفره. انت ما بت... انت ابني على اللي جاي. دايما مشكله الانديه اللي هي رقم اثنين وثلاثه واربعه في اي حته في العالم، هو دايما بيبص تحت رجله ان انا عملت فريق فكسب دوري. باشا الدوري عادي هتكسبه، البطوله القاريه ايه؟ انت مش هتكسبها. الزمالك بقاله النهارده فوق ال 24 سنه او 25 سنه تقريبا ما بيكسبش، وبقاله اكتر من 3 4 سنين ما بيشاركش اصلا، ما بيروحش اصلا. فانت النهارده الفرقه اللي موجوده فرقه كويسه بس كويسين ليه؟ خامه كويسه بس انت اللاعب المصري لعيب ذكي. اللعيبه اللي طالعه دي انا لسه مش عارفها، فانا مش عارف تحركاتهم، فانا سايبهم يعملوا اللي هم عايزينه. انما انا اول لما اعرف التحركات باشا انت شكرا، خلاص شكرا، اللعيبه دي هتقف. ولينا امثله قديمه، يعني احنا اول لما شفنا مثلا سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار، احنا كنا والله بنتكلم في الاسماء دي امبارح. العيال دي طلعت، او الولاد دي انا اسف يعني، اللعيبه المحترمه يعني دي طلعت، اللعيبه دي كانت مكسره الدنيا اول موسم، بعد كده ايه اللي حصل؟ دب بم 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 وقعوا. النهارده احنا مش عارفين هم فين ليه. اللعيب المصري هو، انا مش فاهمك، فمش عارف هتعمل ايه، فانت بتاكل عليه عيش وحلاوه في الاول. بس اللاعب المصري بالذات ذكي، اول لما بيعرف تحركاتك وطريقه لعبك شكرا. فلو انت مش مبتكر، لو انت مش مبدع، لو انت مش موهوب، لو انت زمايلك مش بتساعدك، لو انت ما عندكش السبورت من اي حد، شكرا، بتروح. ولينا امثله كتير جدا، لينا امثله كتير في الاهلي وفي الزمالك، وخصوصا في الزمالك ده اللي بيحصل لهم كل فتره ما يطلعوا ناس ومش عارف ايه. دي نقطه. تاني نقطه، انا اسف والله مش عشان حاجه، بس هي مشكله الزمالك يا جماعه، انتوا اللي حطيتوا نفسكم فيها، احنا مالناش دعوه. انتوا اللي وقعتوا، انتوا اللي عملتوا عقود، انتوا اللي جالكم 11 ايقاف قيد، انتوا اللي بهدلتوا الدنيا عندكم، مش احنا اللي عملنا كده، مش الجمهور او مش الاهلاويه. علشان بس انتوا ايه، اصل كل ما اكلم حد يقول لي انت ما بتتكلمش على الزمالك، انا مش عايز اتكلم على الزمالك، لان انا لو اتكلمت انت يعني هتتضايق مني. انت عندك ايقاف قيد، بس انت جايب لي 11 صفقه. انت النهارده جاي تقول لي ان الفرقه مش احسن حاجه، الفرقتين مش احسن حاجه. انت عندك اتنين باك شمال، انت غيرت مركز فتوح، معتمد جمال غيره. انت النهارده بتقول فتوح كويس، فتوح لو لعب 30 دقيقه باور فتوح مش هيكمل. فتوح بدنيا واقع، بدنيا منهك. انت اللي شايلك محمود بنتايك ورا، فانت عندك الباك اليمين، عندك في نص الملعب، عندك قدام، عندك اللعيبه نفسها. يعني مش هناخدها بقى في القيمه التسويقيه والكلام ده، لان احنا عارفين اللي بيعمل الكلام ده هو الكيانات. الاهلي لما يعمل كده تمام مقبول، ريال مدريد لما يعمل كده تمام مقبول. انما انت النهارده انت عندك لعيبه كويسه على قدك، على قد الدوري بتاعك، ماشيين، وبعدين انت بتكسب ماتشات 1-0 و2-0 بالعافيه و2-1 بالعافيه. فيا جماعه يعني مش عايزين بس الجلاله تاخدنا قوي ونروح نقول ايوه الدنيا تمام، لا الدنيا مش احسن حاجه. لان ببساطه شديده انت اللي معاك واقعين، زائد انت لسه عندك 8 ماتشات منهم ماتش بكره بتاع انبي، والسبعه اللي جايين هم دول اللي هيحددوا. انت عندك فيهم مواجهات مباشره، انت عندك هتلاعب الاهلي تاني، هتلاعب بيراميدز تاني. فانت يا باشا انت رايح لناس برضو مباشره، والسبعه دول مش هيعدوا لك حاجه. الزمالك كويس، تجربة نقف عندها، نستفيد من بعض المزايا اللي فيها، انما اكتر من كده ما نديهاش اكتر من كده. يعني عشان بس ما نروحش، لان الزمالك والله لازم كان كبير وانا بحبه، وانا يعني بتشرف ان انا كنت يعني لعبت في المكان ده شويه، جزء من عمري يعني. فيا جماعه يعني نهدى على نفسينا بس، انما الزمالك كان كبير طبعا 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 يعني، وتجربه حلوه يعني.